مش قادر أتوب، إشاعة، وهم كبير عشت فيه، وحاجز أنت اللي بنيته بنفسك. ومع إنك بتحب ربنا وبتحب النبي صلى الله عليه وسلم ونفسك تدخل الجنة، إلا إنك لحد دلوقتي ما توبتش. هو أنت مش عايز تتوب؟ أكيد عايز، بس إيه الموضوع؟ ممكن تقول أنا لسه صغير ولسه العمر قدامي، وأنا والله فعلا ناوي أتوب، بس مش دلوقتي، قدام شوية، سيبني أعيش حياتي. مشكلة إن أنت تأخر التوبة إن أنت أصلا ما تعرفش هو أنت هتعيش ولا هتموت، ولو هتعيش قد إيه، ولو هتموت إمتى، ولا أنت عارف هتموت إمتى. وبعدين في حاجة مهمة جدا، هو أنت أصلا لو مت قبل ما تتوب هتقول لربنا إيه؟ هتقول له كنت ناوي أتوب؟ وكمان الموضوع أصلا مش بالنية بس. طب ما أنا ممكن دلوقتي أكون جعان ونفسي آكل وناوي آكل، تفتكر نيتي إن أنا آكل دي تشبعني؟ لا طبعا، لازم آكل، لازم أعمل حاجة. الدين مش كلامه بس، لازم يكون في عمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قيمة علمك، قيمة نيتك بتظهر جدا في عملك. وبعدين ايه موضوع ان انت تعيش حياتك ده؟ طب ما تعيش حياتك برضه بس في طاعة الله عز وجل. مش ربنا سبحانه وتعالى هو اصلا اللي اعطاك الحياة؟ قال تعالى: هو الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هو اللي خلقك وهو اللي رزقك وهو اللي هيميتك وهيحييك وهيحاسبك، ويقول لك: عبدي فتحت لك باب التوبة وقد أذنبت فلما لم تتب. يا جماعة والله أجمل حاجة إن احنا نعيش حياتنا بس في طاعة الله عز وجل. يقول بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. مش هيسيبونا، هيحاربونا عشان يحسوا باللي احنا هنحس بيه. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولن يذوقوا أطيب ما فيها. أجمل حاجة فيها ما دقوهاش، طعم الطاعة، طعم العبادة، طعم إنه يعيش حياته بس في طاعة الله عز وجل، طعم إنه يتوب. ممكن تكون ما توبتش معتمد على رحمة ربنا. شباب كتير جدا بكلمه يقول لي: ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم. طب ما أنا عارف إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، بس أنا كمان عارف إن عذابه أليم. وهو قال كده، قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكمان في حاجة لازم تعرفها كويس جدا، زي ما أنت عارف إن ربك غفور رحيم، لازم تبقى عارف إن هو عزيز. أدخل مرأة النار في هرة، قطة صغيرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. عشان خاطر أنت لما بتعمل ذنب ممكن تكون شايفه صغير قوي، بس ده يكبره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، لأنك بصيت لصغر حجم ذنبك ونسيت عظم من تعصي. وبعدين في حاجة مهمة جدا، هو ربنا سبحانه وتعالى عدل ولا لا؟ طبعا عدل. طب ربنا سبحانه وتعالى وعد كل واحد تاب إنه يغفر له ذنوبه. طب واللي ما تابش يضمن منين إن ربنا سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه؟ ما يضمنش. عشان كده بقول لك بالله عليك توب، ده ربنا غفور رحيم. ممكن ما تكونش المشكلة ان انت مش قادر تتوب، ممكن تكون المشكلة ان انت مش عايز تتوب. يعني بصراحة كده انا بمشي مع بنات وبشرب حاجات وبدخن وانا كده مبسوط فرحان، انا كده كويس. لا، انت كده مش كويس، لان انت عبد مسلم وليك رب، وربنا سبحانه وتعالى من عليك بحياتك وامرك ان انت تعيش حياتك دي بشكل معين ما ينفعش تخالفوا فيها. ممكن بعض الذنوب تبقى في عينيك حلوة وجميلة وزي القمر كمان يعني، بس ربنا سبحانه وتعالى ابتلاك بيها اختبار، وممكن تكون انت كمان وقعت في الاختبار. بس بالله عليك لازم تصلح مسارك، لازم ترجع تاني زي ما الله عز وجل يريدك ان انت تعيش حياتك. بشر في بداية حياته ما كانش ملتزم، وكان في شيخ معدي من قدام بيت بشر فسمع جوه البيت صوت الغناء واللهو، فطرق الباب فخرجت له جارية بنت صغيرة فسألها: أصاحب الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر. فقال لها: صدقتي، لو كان عبدا لامتثل لأوامر العبودية. ثم انصرف. فدخلت البنت وحكت كل اللي حصل لبشر، فبشر فزع وخرج بره بيدور على الشيخ لحد ما لقاه، فقال له: يا شيخ أعد علي ما قلت. فقال له: سألت الجارية: أصاحب الدار حر أم عبد؟ قالت: بل حر. قلت لها: صدقتي، لو كان عبدا لامتثل لأوامر العبودية. بشر وقع على الأرض وفضل يقول: بل عبد يا رب عبد، بل عبد يا رب عبد. أنا عايزك تقول كده بالله عليك، قول أنا عبد، قول أنا هكون عبد صالح وهسمع كلامك يا رب في كل حاجة. مش هكون زي اليهود قالوا سمعنا وعصينا، هكون زي الصحابة قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. مرة بسأل واحد عن ذنب معين: هو أنت ما تبتش منه ليه لحد دلوقتي؟ فقام بص فوق كده وقام قال لي: مش عارف. شوية وقام عامل كده وقام قال:
لا 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 مش عارف. صاحبه كان واقف جنبه، قام قال بصراحة كده هي كده كده بايظة. أنا عايز أقول له حاجة، ممكن تكون نسيت، ممكن تكون غفلة، ممكن تكون ما فكرتش في الموضوع، ممكن حاجة أنا أصلا ما أعرفهاش ولا أنت حتى عارفها، بس اللي أنا وأنت عارفينه كويس جدا إنك لازم تغير مسارك، لازم تمشي في طاعة الله عز وجل، لازم تتوب وترجع تعيش حياتك بس كما أمر الله عز وجل. وكمان صاحبك كلامه كله غلط، والله هي مش كده كده بايظة، دي كده كده كسبانة، بس اسمع كلامي. والله يا جماعة أجمل حاجة في الدنيا إن احنا نعيش في طاعة الله عز وجل، ولو أذنبنا أو عصينا وده ممكن يحصل، إن احنا نصحح المسار وإن احنا نرجع للطريق تاني وإن احنا نتوب. لو تبنا هنسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى، قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لو تبنا هنسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم توبوا إلى الله واستغفروه إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. لو تبنا هترفع عنا بلايا كتير. ربنا سبحانه وتعالى قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا، بعض عشان تدوقوا بس. طب ليه الكلام ده؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، عشان ترجع، عشان تتوب. لو تبنا كل سيئات اللي احنا نتوب منها تبدل حسنات. قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تروح يوم القيامة تلاقي السيئات اللي انت عملتها بقت حسنات في ميزان حسناتك وتدخل بيها الجنة. لو تبت ربنا يحبك. قال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. حب ربنا ما يستاهلش، والله العظيم يستاهل، أقسم بالله يستاهل، واللي فات كله يستاهل. عشان كده بقول لك بالله عليك توب وصلح نفسك وعيش بعد كده في طاعة الله عز وجل. افتح صفحة جديدة مع نفسك ومع ربنا سبحانه وتعالى، كأنك حجيت، كأنك أسلمت النهاردة. Say after me. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وأن عيسى عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يعني مبروك علينا إسلام بالينا، ومبروك على بالينا الإسلام. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان. رحمن يا رحمن بمجيني